يطلع من استاد القاهرة على مطار القاهرة، الاتنين جنب بعض في صلاح سالم، يعني الاتنين جنب بعض في صلاح سالم، فهو يطلع من الاستاد على المطار، ويا ريت يعني يبقى مع طيارة اهبل عشان يغرق بيه، او حد مثلا يروح معاه ويربطه في ضل الطيارة يعذبه لغاية لما يوصل هناك، واول ما يوصل هناك يشوف له بجرتين ويحلب اللبن بتاعهم ويعيش منه، عشان ده مستحيل يكون مدرب كوره. يعني ده مستحيل يكون مدرب كوره. يعني ده انا مثلا ممكن اتخيل ان هو شغال صبي في البان سويسرا بتاع اسكندريه، دي اقصى حاجه يعرفها عن الكوره ويعرفها عن سويسرا. لكن لا، ده لا مدرب ولا بيفهم، وجبان، وما عندوش اي حاجه يقولها وما عندوش اي حاجه يديها. يعني احنا قايلين الكلام ده من شهر 11 اللي فات، من بعد ما الزمالك خد مننا السوبر الافريقي، واحنا بنقول يا جدعان يا جدعان المدرب ده في اللالا لاند، المدرب ده مش حاطط عليه معلول في القايمه، المدرب ده ما ينفعش، خلاص اللي هو كل اللي يقدر يعمله وكل اللي يعرفه عمله، ما بقاش عنده جديد، بقى محفوظ نازل بنفس التشكيل بتاع الماتش اللي فات من غير هي دي يعني مشيت شويه جابت تعادل فخلاص يلا نمشيها تاني. ربنا بيكرمك وطاهر محمد طاهر بمجهود يعني فردي ومن زاويه صعبه بيجيب جول، طب الجول التاني، طب العب هجومي، طب امسك كرة صح، طب اللعيبه بتاعتك حتى تباصي لبعض. العيال كانت بتشوط على بعض النهارده يا مؤمن، لعيبه الاهلي كانت بتشوط الكرة على بعض مش بتباصيها. الماتش ده الاهلي ما عملش 50 باص على بعضه صح. يعني انت متخيل يعني ايه بيقول لك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ المدرب ده انت لعبت معاه نفس الماتش ده بالطريقه دي مع الترجي، فجاي بتكرره معاه تاني. اهو نزل بايع الدنيا كلها وانت ما عندكش اي فكر هجومي، ومفيش حد في الملعب يحرك لك هجوم. ويوم ما فكرت تعمل تغيير بعيدا عن التغيير الاضطراري بتاع جراديشار، بتنزل اكرم توفيق وتطلع امام عاشور، يعني بتعمل تبديل دفاعي. بدل ما افكر في قفشه مثلا عشان حد ينزل يمسكني الكوره ويباصي الكوره لورا ولقدام ويعمل اسيستات، او على الاقل افضل محافظ على الكوره في نص الملعب وتبقى في التلت الهجومي بتاعي، يعني اللي هو بعد نص الملعب بشويه في نص ملعب سان داونز، لا انا بنزل اكرم توفيق اللي اصلا ما بيعرفش يباصي، اللي اصلا سهل جدا ان هو يلبسك ضربه جزاء او انه يطرد. بتحرقوا دمنا ليه؟ يعني انتوا بتحرقوا دمنا ليه؟ كولر لازم يغور في داهيه، موسم صفري، موسم صفري، ومدرب والله ما عنده فكر. الماتش اللي فات بتاع سان داونز هناك والله العظيم طلعت واتكلمت، قلت مش احنا اللي نرضى بالتعادل، قلنا خلاص قدر الله وما شاء فعل، كنا عايزينها مكسب، بس مفيش رؤيه، مفيش. نزلت اشرف بن شرقي تلعبه يمين ليه يا متخلف؟ يعني ليه اشرف بن شرقي يلعب يمين؟ ما يلعب على عدلته في الشمال يا عم. كل حاجه غلط وكل حاجه سيئه واللعيبه مش مركزه وجمهور ميت. يعني الجمهور ميت ميت، ده مش مدرج بيشجع. يعني مش هنقول دي التالتة شمال ولا التالتة يمين ولا الدرجة التانية ولا المنصة، ده لو اللي قاعدين في المنصة بس بيشجعوا هيبقى صوتهم أعلى من كده. ده لو كابتن محمود الخطيب في الملعب هيبقى صوته أعلى من كده. ماتش بجد بيعبر عن مستوى النادي الأهلي السنة دي في كل حاجة بقى، في كل حاجة. لا كورة ولا باص ولا شوطة ولا مدرب ولا لعيبة ولا فكر ولا أي حاجة في الملعب. اقسم بالله الفريق الاول شبه فريق الناشئين، ومدرب الفريق الاول شبه مدرب شبه فريق الناشئين. كولر ده والله ما ينفع يقعد نص ساعه في النادي الاهلي. وزي ما قلتها قبل كده بقولها تاني، دي اخره الظلم. كريستو، قندوسي، احمد عبد القادر، اللعيبه دي راحت فين؟ اللعيبه دي كلها جايه لك نجوم، وبعديها بتكمل عمر الساعي وعلي معلول. احمد رضا وحش، طلعه. الشوالي ما جابش سيره احمد رضا 4 مرات في الماتش النهارده، ما قالش اسمه 4 مرات، مش موجود. طلعه يا عم. امام عاشور ما يطلعش، يعني الوحيد اللي بيعرف يمسك كوره بيقول شويه بتطلعه. ما تلعبه يا عم في مكانه، لعبه في مكانه، لعب امام عاشور في مكانه، لعبه 8، لعبه 10، لعب امام عاشور في مكانه، ونزل حسين ونزل اشرف بن شرقي مع وسام
وسيب اللي ورا زي ما هم. ما والله ما صعبه، اقسم بالله العظيم الكره ما صعبه. تدافع وانت في ملعبك ليه؟ يعني تستحوذ على الكوره استحواذ سلبي تمام احترمك، لكن بتدافع وانت في ملعبك ومش عارف تمسك كرة ليه؟ ليه يبقى منظرنا كده؟ انت خليت صن داونز عقده بجد، يعني بماتش النهارده ده انت كده خليته عقده بجد، باللعيبه الخايبه، اللعيبه اللي مش مركزه، اللعيبه اللي ما عندهاش حلول، والمدرب العويل اللي ما بيفهمش. يعني مدرب عويل وما بيفهمش، جاي في الدقيقه 91 بعد دخل في الجون ينزل حسين الشحات وينزل قفشه. طب يا حيوان، ما انت من اول الماتش كنت ممكن تعمل كده. طلعت الشوط الاول غالب 1-0، تعالى في الشوط الثاني العب كوره بقى. نتمنى ان يكون في موقف من اداره النادي الاهلي، نتمنى يعني 80% النهارده على مارسيل كولر و20% على لعيبه النادي الاهلي. ونتمنى يعني ان الماتش ده يكون يعني ايه، زي الضربه على القفا كده اللي بتفوقك. ما عنديش حاجه تانية اقولها، ومفيش حاجه تستاهل ان هي تتقال بعد القرف اللي احنا شفناه وبعد المستوى الزباله اللي احنا شفناه ده. السلام عليكم.